اول ما باجي الصبح ببقى محتاج ان انا اعمل المينتننس بتاع الجهاز بتاعي. المينتننس بتاع الجهاز بتاعي هو الاكيد اللي بيخليني انظف الجهاز وابقى اتاكد ان هو شغال كويس والبروب والميكسر شغالين معايا زي الفل. من اول الحاجات اللي بخش عليها وهي يوتيليتي، بعد كده اخش على مينتننس وابدا ان انا اتشيك اول حاجه على البروب والميكسر والووش ويل. بعد كده بتشيك على الدي ايونايزد ووتر، اشوف الكونكشن بتاعها مظبوط معايا والكميه مظبوطه ولا هيديني الارم في وسط اليوم. بعد كده بشوف الويست تانك بتاعي اذا كان الكونكشن بتاعه لو هو متوصل يشوفه اذا كان هو مليان ولا لا، وابدا بعد كده اشوف البروب ووش سوليوشن اللي هو بيبقى موجود في بوزيشن 39 علشان اشوف هو موجود ولا لا، اللي هو الديترجنت سي دي 80. تمام كده. وبعد كده بيبقى في سيرنج من ورا بشوفها اللي هي بتاعه البروب، ببدا ان انا اتاكد واشوف ان هي موجوده معايا وشغاله، مفيش فيها اي ليكج ولا فيها اي تسريب من اي حته خالص. انواع المينتننس عندي بتختلف على حسب البيريد اوف تايم اللي انا المفروض بشتغل عليها، منها الديلي ودول بيبقوا الحاجات اللي انت بتيجي تتشيك عليها الصبح قبل ما تشتغل خالص. في حاجات بتبقى معموله ويكلي اللي هي البروب والميكسر اللي بتعمل لهم اكسترنال بالالكول سواب، والسبيشال ووش اللي موجود في اخر خانتين في البايوكيمستري مينتننس، وعندك اللي هو المانثلي اللي هو كلين الووش ويل اللي بينزل فيها البروب وبينزل فيها الميكسر. في عندك كل 3 شهور وده بيبقى الووتر تانك عشان نغسله من اي ريزيديوز بتبقى موجوده عندنا في القاع، وال6 مانثس ديت بتبقى بتاعه الريبليس لامب علشان تشوف اللامب بتاعتك اتغيرت اخر مره امتى، ولو هي عدت الكاونت بتبدا ان انت تغيرها بعد 6 شهور. بعد ما بشيك على الجزء دوت ببدا اشتغل بقى على البايوكيمستري مينتننس بتاعتي اللي باجي اعملها كل يوم، بدايه من التشيك بتاع البروب والميكسر. ودوت البروب بيبدا ان هو ينزل ميه معايا، وبعمل سكند ووش اكتر من مره بحيث ان انا اقدر اشوف اذا كان هو البروب شغال بشكل كويس ولا مش كويس. من ضمن الحاجات اللي المفروض ابص عليها وانا بعمل المينتنس اشوف الووتر فلو اذا كان هو نازل بشكل ستريت ولا لا. لو هو نازل بشكل ستريت يبقى انا كده مش محتاج اعمل اي حاجه خالص، يبقى انا كده البروب بتاعي شغال وزي الفل. واتاكد من ان البريشر شغال زي الفل باكتر من مره على كلمه سكند ووش من البروب انتيريور. بعد كده بخش على كلمه البروب انتيريور ديت وابدا ان انا اعمل عدد من المرات ان انا اشوف هل البروب بيغسل نفسه بشكل كويس ولا لا، واتاكد من ان السرنجه شغاله تمام. هنا انا بتابع السرنجه اذا كانت شغاله كويس ولا لا. بعد ما اكون خلصت الكلين بتاع البروب والميكسر والووش ويل واشوفهم كويس جدا، بعد كده بخش على البروب انتيريور عشان اتابع السرنجه بتاعتي تمام ولا مش تمام. بعد كده بخش على السبيشال ووش، والسبيشال ووش هنا بيستخدم الديترجنت اللي بيبقى موجود في بوزيشن 39 اللي هو بيبقى السي دي 80. والسي دي 80 دوت بيبقى في الكونسومبلز اللي بتبقى متوفره مع الجهاز. بدوس كلمه كونتينيو واشوف عدد الريبليكتس اللي انا عايز اعملها واعملها. بعد ما بخلص السبيشال ووش بتاع البروب بشتغل على البروب والميكسر سبيشال ووش، ودول بقى بيبقى من البروب كلينزر، ودوت بيبقى موجود عندنا في اجهزه السي بي سي او بيتاخد على انه كونسومبل تبع اجهزه الكيمياء، ودي بتتحط في بوزيشن 40 مكان الكال اللي بيبقى متبرمج في بوزيشن 40 بتاع السامبلز، وابدا ان انا اشوف الدنيا فيها ايه بالظبط واحط التايم اللي انا عايز اعمل له فيه سوكينج. وهنا الديفولت تايم بتاعه بيبقى 1 مينيت. ومن المينتنس بتاعي اليومي انا المفروض بعمل كلين بروب وميكسر اكستيريور، دولت المفروض الاثنين دول المفروض ان انا بعمل لهم بالووش ويل، وبيبقى الموضوع سهل وبسيط خالص، الجهاز هو اللي بيقوم بيهم.